السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جاي اتكلم بمناسبة الاسعار اللي هي كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. ايه، جت حاجة في دماغي بس كده. انا كنت من 7 سنين، من 7 سنين بالظبط كنت في الامارات، كنت شغال هناك. كانت في عيش اسمه طبعا خبز كده، كان بدرهم. يعني من كبره كده انا كنت بقول عليه ان هو ايه، زي الفطيرة، فطيرة سادة، فطيرة زي الفطير مشلتت ده، فطيرة. كنت بروح اتغدى في مطعم هندي او باكستاني، اللي هو البرياني. طبعا مش مطعم كبير، يعني حاجة برضو كده على القد يعني. كان الطبق برياني ده، اللي ما يعرفوش، هو رز بالخلطة بالتوابل، وفيه لحم او فراخ. يعني تقول له صدر، تقول له فخد، تقول له بقى لحمة. طبعا انت بتكلمه هندي او باكستاني، لو فهم شوية عربي يبقى تمام. المهم البرياني ده كان ب10 درهم، البرياني ب10 درهم، والخبز الرغيف بدرهم، كان عامل زي الفطيرة كده، والبرياني ب10 درهم. وكانت كوباية الشاي، كوباية طبعا ورق كده، بتبقى كافيتريات، كافيتريات صغيرة، زي المحلات كده. بتقوله مثلا، طبعا مش شاي، هو اسمه سليماني. إذا كان برضو باكستاني أو إذا كان هندي بتقوله سليماني. واحد شاي، الشاي اسمه سليماني ب1 درهم. وبرضه في اللي هو شاي بلبن اسمه كرك، برضه كان ب1 درهم. أو قهوة طبعا اللي هي كوفي، يعني ماشي. إنما كرك أو سليماني ده باكستاني بقى أو هندي. المهم كان ب1 درهم. يبقى عندك الخبز كبير باكستاني، بيتخبز قدامك كده يعني، بيطلع كده من الفرن ب1 درهم. طبق برياني باللحمة، أو بيبقى معاه صدر. أنا كنت بقول له صدر لأن ما باكلش الفخذ ومليش في اللحمة، فبقول له برياني صدر دجاج طبعا. نقعد نحكي مع بعض بقى، يفهمني أو ما يفهمنيش. المهم كنت بجيب صدر، صدر فراخ طبعا. المهم بعد ال7 سنين دول، ليا صديق سافر الإمارات بقاله أسبوعين كده. فبتكلم معاه عادي، بقول له ايه اخبار الاسعار اليومين دول. طبعا انا بقالي 7 سنين معرفش الاسعار هناك عامله ايه بصراحه. بقول له كنت بنزل من تحت وانا بتمشى كده. الشاي كنت بجيبه بدرهم. قال لي ما هو بدرهم برضه. قلت له بعد 7 سنين بقيت الشاي بدرهم واحد؟ قال لي اه. والبرياني قال له حلو، انا اكلته. طبعا ما كانش يعرف. بقول له الطبق بكام، او انت بتاكل بكام في المطعم او كده؟ قال لي ب10 درهم. قلت له ما هو كان من 7 سنين ب10 درهم، لسه ب10 درهم. وكلمته برضه في الخبز، قال لي اه شفته، وبشوف الباكستاني او اليمني او كده بيعملوا زي الفطيرة كده فعلا، برضه ب1 درهم، من 7 سنين. الاسعار ما اتغيرتش في الامارات. هنا في مصر انت لو نزلت تشتري حاجة دلوقتي ورجعت وافتكرت ان انت ناقص عليك حاجة، نزلت تجيب تاني، هتلاقي الاسعار اتغيرت في نفس اليوم، في نفس اليوم. ربنا يستر علينا.